بص اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ متأخرتش. بقالك 10 ساعات في المعهد. 10 ساعات يا دوبك وديتني يا دوبك كده. ما خدتش ولا حصة ليه؟ كده ما عشان الشتا. يعني انا اوديك الساعة 8 جاي 8:30. طب انت همك على المستشفى مش تكلمناه؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده بقى اول يوم في الدراسة، وبنزله ليكم في اخر يوم في الاسبوع. يعني اليوم ده كان يوم الحد اللي انا اتخدعت فيه وفكرت ان هو دراسة. بس كان قبلها بيوم بقى، لو شفت الفيديو اللي فات كان شتا وامطار. كان يوم السبت، والحد كان اول يوم في الترم التاني. فقمنا بقى الحد، والله كنت مكسله ان انا اوديه، كان الجو شاتي يعني الشتوية جامدة، والشوارع متبهدله خالص، مع ان اصلا كده كده المعهد جنب البيت وادم في الازهر. جنب البيت. كنت مكسله اوديه مودهوش، قلت لا ده اول يوم والكل هيروح، بس يعني محدش راح غير ادم ابني بس في الفصل بتاعه. زي ما انتم شايفين هنا، يعني انا اصلا كنت مكسله اقوم، مكسله اصور، وقلت لا ايه نصور كده اليوم بقى وحماس واول يوم في الدراسه. بس هشوفوا بقى، او انتوا شفتوا ايه اللي حصل في البدايه. ادب يا دوبك نص ساعه وجه. هنا بقى كنا الصبح يا دوبك كنا لسه صاحيين، عملت له سندوتشات، جهزت اللانش بوكس بتاعه، البسكوته بتاعته، عشان مش عايزه اديه فلوس يشتري شيبس وحاجات من دي، لان بيشتكي من بطنه على طول. وجهزت له الاكل، الهدوم بتاعته كانت مكويه ومظبطين الدنيا، وكنا غاسلين مع بعض الكوتشي الابيض، فاكرين اللي حرقنا فردة منه اللي بتنور، وبهدلنا الدنيا علشان نستعد للمدرسة. وادي بقى اول يوم مدرسة. اصحوا اول يوم مدرسة. الجو بقى كان ممطر، فطبعا ما لبسناش الكوتشي الابيض، طبعا ما خليتوش ان هو يلبسه، اصلا ما كانش نايد ان هو ينشف، وحتى لو نشف ما كنتش هخليه يلبسه في الجو ده. كان عنده كوتشي تاني لونه اسود، قلت يلا يا ادم نقضي بيه الغرض. انا بقى اللي كنت لابسه الكوتشي الابيض. آه شايفين بقى الشوارع عامله ازاي؟ الشوارع متبهدله اخر بهدله، ومفيش حد ماشي في الشارع ولا اي حاجه. بس انا بصيت من البلكونه، لان احنا جنبنا المدارس، مدرسه ابتدائي وفي هنا مدرسه اعدادي، وهنا بقى الازهر بتاع ادم المعهد بتاعه. فطلعت بقى من البلكونة كده، بصيت لقيت في كام يعني عيل كده عيلة رايحين المدرسة، وفي كام حد كده واقف قدام بوابة المعهد. انا من وانا عندي في البلكونة بشوف البواب، فقلت لا، وعلى ايه بقى احنا هنكسل ليه ونقعد ليه؟ فقمت سريع سريع كده بقى، عملنا السندوتشات ولبسنا وظبطنا ولانش بوكس وحاجاتنا كده وخدت ادم ومشينا. انتوا عارفين بقى ان انا كنت ناوية ان انا استعد في الفيديو اللي فات هعمل روتين بقى ايه، او اعمل حاجة للمدرسة، اعمل كفتة، اعمل معجنات. بس الحمد لله انا ما عملتش حاجة. شايفين الفصل بقى مليان ازاي؟ شايفين من كتر العيال اللي في الفصل اللي مالية تخت العيال، يعني قاعدة على الارض وفوق بعض. شايفين؟ انا مش عارفة، ما كنتش لاقية مكان لادم. شايفين الفراغ اللي كان في الفصل؟ والله العظيم انا ندمت ان انا صحيت وصحيت ومشينا في الجو ده. هي كانت بنت واحدة بس في الفصل، وجاب بنت كمان، وكان ادم الولد الوحيد. جابوا ولدين هما اللي كانوا موجودين في الفصل التاني، يعني 3 فصول سنة اولى جم منهم 5 عيال. يعني يعتبر ادم ابني هو الولد الوحيد اللي كان في الفصل على الولدين بقى اللي جم. شايفين بقى؟ انا بقى نزلت وروحت. انا الساعة كانت 8:30، ما جاتش ونص كمان، يعني يعتبر جه 8:30. عم قعد تلكع كده ايه، وطلع كده في الخمس 6 دقايق دول. قلت ايه يا ابني؟ ده احنا ما لحقناش، ده احنا ما عملناش بصحياننا بدري ولا عملنا باي حاجه. خسرت قوامنا بدري ولبسنا ومشينا في الجو ده وفي اللفخه دي. وجا بقى مبسوط، جده اداله مصاصه من تحت، وطالع بقى ايه همه في المصاصه ومبسوط من المصاصه. ومبسوط ان هو ما راحش المدرسه ولا اخد حاجه. قلت له انت جيت ليه يا ادم؟ انت خدت حاجه؟ قال لا. قلت ماشي يا ادم. هنا بقى ايه، خلاص بقى والله الواحد كان حتة يوم فظيع.
يعني القلقان بتاع امبارح وشتا اول امبارح والدراسة اللي انا اتخدعت فيها. شايفين بقى الهدوم اللي من يوم الجمعة، من يوم الجمعة كانت على الحبل اللي انا كنت غاسلة معاكم، وقلنا بقى نستعد للدراسة وغسلنا تاني يوم الحتة شتت، تالت يوم بقى اللي هو كان الحد الهدوم فضلت 3 ايام على الحبل، وقلت لا ما بدكوش تعالوا بقى للحتة تشتي عليكم تاني. قلت بقى ايه بالمناسبة السعيدة دي والله لا انا مفاجئاكوا وعامله لكم اكلة بنت لذينة. اتصدموا بقى. انا كنت ناويه النهارده ان انا اعمل مكرونه بشاميل علشان بقى اول يوم في المدرسه وادم بحب المكرونه، احنا كلنا يعني بنحبها. قلت بقى ايه عشان اول يوم مدرسه نعمل حاجه حلوه كده، نعمل مكرونه بشاميل. فلما اليوم اتلغى اصلا، يعني يوم دراسه لمده نص ساعه، قلت لا بقى مكرونه ايه، والله ما انا عامله مكرونه، والله لا انا عامله لكم شوربه عدس بقى النهارده. يا وبعدين شوربه العدس يعني اكله جميله ولذيذه، بس وخصوصا بقى ان الجو ساقعة والجو عايز بقى ايه، طالب شوربة عدس بقى في الدفا دي. انتوا عارفين ان الشتاء يحبوا الشوربات بقى، شوربة خضار شوربة عدس وخاصة العدس، وخاصة العدس. انا بقى سريع بقى نقول العدس بتاعنا او عملناه ازاي. انا معايا بصلة ومعايا حبيتين طماطم، معايا قرن فلفل احمر، وهنا العدس شوية عدس كنت غسلاهم يكونوا مغسولين الاول وحطيناهم، وكان فص توم وحطيتهم كده على النار. زودت طبعا ميه علشان يستووا، وحطيت بطاطسية صغيرة. في حد يعني مثلا عايز يحط البطاطس يحطها، اللي مش عايز براحته. هي بتدي قوام حلو قوي لشوربة العدس، يعني تخليها تقيلة شوية كده يعني ايه، ما تبقاش صيصة شوية كده. كده بنعمل فيها شعرية بتبقى حلوة، بس البطاطس برضو بحب احط فيها بطاطس. حطيت بس شوية كمون شوية فلفل اسود صغيرين كده، وهغطي النار عليها. هغطي واسيبها لغاية ما تغلي كده والخضار ده يستوي. اهم حاجة البطاطساية. انا رجعت في الاخر كده افتكرت ان عندي جزر فحطيت الجزر، بدي برضو لون حلو وطعم حلو ليه. سبتها خالص لغاية ما غليت، وهديت عليها النار لغاية بقى ايه ما استوى. يعني الخضار دبل كده واستوى معايا، خاصة البطاطس والجزر. لما نلاقي البطاطس والجزر استوى يبقى كده ايه تمام، نطفي وناخدهم نفرمهم في الخلاط. هنا بقى حطيت معلقة سمنة، وهنا معايا بقى الشعرية. هي كانت خلصت خلاص، مش هي اللي في الحلة التانية دي، الحلة التانية دي فيها الرز، بس انا ايه كنت بختصر معاكم الفيديو عشان ما يطولش. بعد ما الخضار استوى انا ضربته في الخلاط، وهو في الخلاط لسه دلوقتي. حطيت معلقة سمنة او زيت او زبدة اللي موجودة عندك، بس انا قلت معلقة سمنة ايه تزودها حلاوة كده. حطيت بقى الشعرية اللي معايا واقلبها كده كويس لغاية، يعني مش هسيبها تحمر قوي، يا دوبك تاخد لون يعني اصفر كده او ذهبي فاتح. وهنا بقى ايه شوربة العدس، ولا هتتصفى ولا اي حاجة، انا ما صفيتهاش، انا ضربها ضربة بنت لذينه كده في الخلاط. وبعدين لما الشعرية بدأت ان هي تصفر حطيتها عليها. هزودها لو في شوربة تتزود شوربة، مفيش شوربة طبعا. انا شطفت الشفشة بتاع الخلاط لان برضو فيه، فقلت لا اشطف خسارة يعني ان احنا نسيبه كده. فنزود بقى المية بتاعتنا لو في شوربة ماشي، مفيش انا حطيت مية. وحطيت هنا معايا مكعب مرق، مكعب ونص. ونزود بقى الملح بتاعنا، نظبط الملح بتاعنا. وعلى فكرة ادي الورقة بتاعتنا وقعت. لو في بهارات فراخ حطيت شويه من بهارات الفراخ. هي كده كده المرقه اصلا يعني مرقه دجاج، بس انا قلت ايه، قلت لا انا لازم نظبط شوربه العدس دي لازم تكون مدعمه، تكون مدعمه من كل حاجه، من خضار وبهارات وكله. هنا بقى ايه حطيت كمون، زودت شويه كمون كمان، شويه فلفل اسود، وهنا معايا بابريكا. وحطيت شويه صغيرين من بهارات الفراخ، ما رضيتش اكتر برضو، يعني قلت احنا معانا خضار وحطيت مرقه فما كترتش قوي في بهارات الفراخ. نظبط بقى الملح بتاعنا ونقلبها تقليبه، ونظبط الميه بتاعتنا ان كنا عايزين نزودها تاني نزودها، لانها بتكبس بتبقى جابسه شويه من البطاطس من الشعريه، فعشان ما تبقاش ولا عايزينها صيصه قوي اللي هي خفيفه قوي ميه، ولا عايزينها تبقى جابسه قوي. وبس كده. وعلى النار التانية كنت حاطة حلة الرز اصلا كان بتردد. شايفين بقى الجمال والحلاوة، ياه. و... والبصلاية بقى اللي في الخل والليمون دي احلى اكلة ممكن تاكلوها في الشتاء.
احلى اكله مدعمه قويه لذيذه مش مكلفه مدفيه. بصوا كل حاجه، شايفين البصلايه؟ او ده بقى الاكل بقى اللي يفتح النفس. على فكره دي الحاجات السودا دي تقريبا هو من الفلفل الاسود، يعني مش حاجه مثلا كده او كده، ده من البهارات والفلفل الاسود. وكده بقى فيديو النهارده خلص. حاولت اختصر لكم فيه على قد ما اقدر وعشان ما يطولش، والاسبوع ده كان كله ايه صدمات كده وبس كده. اشوفكم على الف خير. ما تنسوش يا جماعه ما تشتركوا معايا في القناه فضلا وليس امرا علشان قناتنا تكبر. طبعا القناه مش هتكبر غير بيكم بوجودكم. واشوفكم على الف خير مع الف سلامه في فيديوهات تانية جديده، فيديوهات تانية لذيذه. مع الف سلامه، اشوفكم على خير في رعايه الله.